وقف الاخ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. عندي جوج الاسئله. السؤال الاول للسي عبد الله بوانو رئيس المجموعه النيابيه: لماذا تختصرون كل ما تسمونه اخفاقات في شخص عزيز اخنوش، مع العلم ان الحكومه في تركيبتها تتكون من 3 مكونات؟ السؤال الثاني للاستاذ عبد الاله بن كيران: واش ما قلت؟ السؤال الثاني للاستاذ عبد الاله بن كيران: الا تعتقدون بان حزب العداله والتنميه وجد نفسه في وضع محرج وهو محبط كثيرا؟ وانا اتحدث عن ملتمس الرقابه. مساء الخير سي بن كيران، الله يشافيك ويعافيك. عندي واحد الملاحظه. واش ما تشوفوش معايا بانه راه هناك هدر للزمن السياسي؟ حزب الاتحاد الاشتراكي عنده مطلق الحريه انه يتخذ المواقف على حساب المصلحه ديالو العليا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للاستاذ الازامي، بغيتي نعرف المعطيات اللي بسطتها على مستوى الاداء الحكومي على المستوى الاقتصادي، واش تاخذ بعين الاعتبار المعطى الماكرو اقتصادي المتعلق بالسياق الدولي، في ظل اننا تنشوفوا جميع الاقتصادات العالميه بما في ذلك الاقتصادات المتقدمه راه تتعاني، هناك تضخم، هناك حروب، هناك ازمه دوليه. هذا الشيء واش تاخذوه، خصوصا انكم مشيتوا المقارنات تتقارنوا الاداء الحكومي في ظل هذه المتغيرات الدوليه اللي فارضه نفسها، وبالتالي تتقارنوها مع حكومات كانت في سياقات اخرى ربما. والسؤال الاخير بالنسبه للدكتور بوانو، هو استاذ بوانو، انا شديت منكم واحد الملاحظه، قلتوا بانه المعارضه سلوك سياسي مسؤول، والمصالح الحزبيه الضيقه زعما كاين لا مكان لها. واش ما تشوفوش معايا هذه راه يوتوبيا زعما كاين راه الاطلاق في البحث عن الكمال، ربما راه ما كاين حتى دوله في العالم فيها احزاب انها تتمارس السياسه بهذه الصيغه هذه. وفي نهايه المطاف راه السياسه راه هي تدافع، وكل واحد تيشوف المصلحه ديالو فين. وشكرا لكم، والله يشافيك السي بن كيران. عطي الله يشافينا جميع. عطي هذاك الاخ. لا انت زعما. السلام عليكم. رئيس بيقل موقع سفيركم. في الحقيقه عندي 3 ديال الاسئله. السؤالين الاولين حول ملتمس الرقابه. الاستاذ بوانو، هل كنتم تتوقعون انسحاب الاتحاد الاشتراكي يعني في بدايه الاعداد؟ ثم إذا كان السبب عدم التحاقكم بمبادرة الاتحاد الاشتراكي في بدايتها هي الحسابات السياسية، ألا تعتقدون أن انسحابه هو خشيته من الحسابات السياسية، أو أن تحسب أو يحسب نجاح المبادرة كانتصار لحزب العدالة والتنمية بعد عودة عبد الإله بن كيران ونجاح المؤتمر الأخير وما أثاره من ضجة؟ السؤال الثاني، هل لا زال هنالك تنسيق بين حزبكم أو فريق ديالكم في البرلمان مع المجموعات والفرق الأخرى ديال المعارضة؟ السؤال الثالث والأخير، الأستاذ عبد الإله بن كيران، بعد النجاح ديال المؤتمر الأخير ديالكم وما أثاره من ضجة، هناك من يقول بأن العودة ديالكم هو لأجل إنقاذ الحزب في الانتخابات المقبلة. كيفاش كتشوفوا أو ما ردكم على هذا الكلام؟ وشكرا. شكرا. تفضل الأخ من بديل. السلام عليكم. الطوبي محمد، موقع بديل. نعرفوا أن ملتمس الرقابة الغاية ديالو هو إسقاط الحكومة، هم الهدف الرئيسي ديالو اسقاط. واش اللي يمكن نقولوا سي بوانو ان ملتمس الرقابه اسقط المعارضه؟ اليوم المعارضه هي اللي سقطات، تفكات، دوك ولينا في معضله واحده اخرى. لا نمشي انت مشي. انا دوك واش نقدروا نقولوا ان ملتمس الرقابه اليوم اسقط المعارضه؟ دوك ومساله السؤال الثاني هو كل ما كنبعدوا من الانتخابات ديال سبتمبر وكنقربوا الانتخابات ديال 26، الخطاب النقدي ديال حزب العداله والتنميه ترتفع حدته، لان سي عبد الاله بن كيران كان قال في الاول حنا غنعطيو للحكومه واحد الفرصه،
اليوم الخطاب غادي وكترجع بالحده ديالو، واش هو تحضير الانتخابات ولا تكتيك جديد؟ اليوم الحزب بغى يعاود يتموقع، لان لاحظنا من بعد النجاح ديال السي عبد الكريم كيران في المؤتمر حتى الخطاب ديال السي عبد الكريم كيران اصبح اكثر قوه اكثر حده، كان عندهم شروعيه اكبر من اللي كانت قبل المؤتمر الاخير. شكرا سي عبد الهادي. الاخ سي جمال المغرب 35. هذا عبد الهادي. مش مشكل. السلام عليكم. وكأننا أمام حصيلة للأداء الحكومة أكثر من ندوة صحفية حول ملتمس الرقابة، وهذه نقطة تحسب لكم كحزب سياسي كيدير السياسة وكيجاوب على حزب الاتحاد الاشتراكي اللي ربما كيبان في اللا شعور السياسي واحد الندية بيناتكم انتم كحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي. أنا لن أعيد ما قاله الزملاء قبل مني، ولكن كيف ما كيقول المغاربة من الخيمة خرج مايل. شفنا الروايه اللي كانت منذ سنه 2024 وانكم كنتم رافضون انكم تمشيو في الخطوه ديال اتخاذ هذه الخطوه هذه ديال ملتمس الرقابه، وجدتوا نفسكم اليوم امام هذه الخطوه. اليست هذه ضربه لكم مره اخرى انتم كمعارضه؟ ويؤكد ما تنتقدونه من طرف رئيس الحكومة عز أخنوش الذي يقول على أن المعارضة ضعيفة، وهي اليوم تثبت ضعفها، وانتم الآن كتنشروا الغسيل ديالكم أمامنا وأمام الرأي العام. بالتالي هل ما سمعتش؟ لا بان طويل. شكرا. صافي يلا سي عبد الله. بالنسبة طيب بالنسبة للسؤال الأول ديال الأخ الأول، تكلم على الإخفاقات وتكلم على أن المكونات الثلاث ديال المعارضة في عزلة، بأنه الآن أكثر عزلة بعد هذا السقوط ديال بين قوسين عدم النجاح ديال الملتمس. أبدا أبدا، احنا بالعكس، احنا دخلنا في الملتمس بإرادة وكنا باغينا ينجح، ما وقع لم يزيدنا إلا قوة وإرادة حول هذاك الشيء اللي كنا كنقولوه حنايا. بعدا بالمناسبة منين طلعت هذه الحكومة وحنا كنراقبوها، حنا كنديروا المبادرات، لم نتوقف يعني في أي لحظة عن المبادرات، كان آخرها هو هذا ملتمس الرقابة اللي دخلنا فيه. طيب هذه القضية ديال المعارضة وأنها ما خصهاش تدافع عن المصالح الحزبية والسياسة راه تدافع، لم يقل أحد بأن السياسة ماشي تدافع، راه تدافع، ولكن حنا من وجهة نظرنا كحزب العدالة والتنمية كنشوفوا بأن المصالح الحزبية تأتي بعد المصلحة العامة، بعد المصلحة ديال الأمة والمصلحة ديال المغرب. عاد يمكن نوضعوا المصلحة الحزبية ديالنا، ولذلك كل المبادرات ديالنا ملي غادي تشوفوها وعبرتوها بهذا المعيار غتلقاو بأنه ما كنحضروش المصلحة الحزبية يعني تقريبا إطلاقا، وإلا ما المبادرات ديالنا، وإلا كيفاش كتفسروا نتوما؟ هو غادي يشرح أكثر مني الساب، إلى أنه جينا حنا في 2022 وقلنا ديما شي وحدين كانوا كيطالبوا بإسقاط الحكومة، وحنا ما دخلناش معاهم هذيك الساعة. وبالمناسبة نفتح أي قوس، راه واش المغاربة لا لاحظتوا، واخا المقارنة صعيبة، كاين عندنا الآن المقاطعة ديال بعض المنتوجات اللي كتدعم إسرائيل، كتشوفوا النسبة ديالها، قارنوها بهذاك الشيء المقاطعة ديال الشركة ديال الغاز رئيس الحكومة اللي كانت في هذاك الوقت، وشوفوا شكون اللي كثير. بأن المغاربة راه واعيين كيعرفوا، وإن كان زعما المقارنة ماشي في نفس الموضوع، ولكن حنا ما عمرنا دائما كنستحضروا المصلحة العامة. هل كنتم تتوقعون انسحاب الاتحاد من الملتمس؟ خليني نقول لك، حنايا بالحدس ديال الأخ الأمين العام كان عندنا ربا يعني، وكان عند الإخوة الآخرين،
ولذلك في الجلسة الأولى في 4 ماي طرحنا السؤال واش كل شيء جاد؟ الإخوان إخوان اتحاد الشركة واش هادشي غتمشيو فيه؟ فقدمت ضمانات بأننا غنمشيو فيه. أنا أتحفظ عن أذكر كل ما راج في هذاك اللقاء، وإلا أعطيت ضمانات وتطمينات بأنه راه غادي نمشي، وخاصة أنه هو كيقول لك هذه مبادرة هو اللي جابها، فإذا ملي جبتيها كان خص. طيب كنظن هادو هما اللي متعلقين بيا، الأخ الأمين العام. شكرا. تفضل سي دريس، انت هو الاول. لا ما ندخلش في داك الشيء ديال الكلام ديال الهدر الزمن السياسي وديال الإحباط. حزب العدالة والتنمية ناشط مزيان، لا قبل المؤتمر ولا من بعد المؤتمر، باش كونوا هانيين، لأن هذه الأسئلة وكأنها موجهة من نفس هذاك. دابا جاو الصحفيين تيدافعوا على حزب التجمع الوطني الأحرار، تيقول لك التجمع الوطني الأحرار تتهاجموا غير التجمع الوطني الأحرار إلى آخره. غنمشي غير هذا غنمشي للمكرور الاقتصادي. المكرور الاقتصادي السي عماد تتقول لي هاد النتائج الاقتصادية وهاد الإنجازات الحكومة واش وضعتيها في الإطار المكرو اقتصادي. أنا نقول لك الإطار المكرو اقتصادي أولا تتكلم على السياق. أصعب سياق عرفه المغرب هو سياق كورونا، أصعب مما يقع الآن بكثير. دونك إذا ما تبقاوش تقارنوا به. أصعب سياق هو اللي عاشته الحكومة الأولى اللي ترأسها الأستاذ عبد الإله بن كيران مع الأسعار ديال النفط، وأنا غنجي ليها. إذا السياق الأول الجفاف، هذا الجفاف عابر للقارات، ما تبقاش يجي رئيس الحكومة يقول لنا الجفاف ولا هذاك، هذا دائما كان وهو معطى، وخصنا نخليو الأمل ديالنا في الله سبحانه وتعالى، ما ندخلوش في هذا الشيء هذا. إذا هذا بحال تتكلم لي على السياق الماكرو اقتصادي، أنا أعطيك السياق الماكرو اقتصادي التي تبحبح فيه هذه الحكومة. معدل النمو العالمي مخير، معدل النمو العالمي ونمو قوي في الاقتصاديات الناشئة، يعني حنا تنقولوا ناشئة، كاين نمو قوي من بعد كورونا. تراجع الأسعار المواد الأولية، النفط وصلنا ل $60. هذه الحكومة عايشة بخير، محظوظة، ما عمر هذا الشيء اللي وقع في هذا. التضخم في الإفيمي صندوق النقد الدولي هو اللي تيدير السكانير العالم، تراجع ديال التضخم على المستوى العالمي كما تراجع في المغرب، يتراجع على العالم. أرى نجيو للداخل، تطور إيجابي ديال الصادرات المغربية بشكل كبير، لا ديال الطوموبيلات ولا ديال الفوسفات العام اللي فات 24 كانت ناقصة، دابا تراجع، دابا زادت وماشية. تحسن ديال التدفق ديال الاستثمارات الخارجية هذا العام، شوف دوز لك المؤشرات كلها خضراء. الاستمرار ديال التطور راني تكلمت عليها، ديال المداخل الجبائيه وديال الموارد الاستثنائيه. المداخل الجبائيه هادشي اللي عايشه فيه هذه الحكومه معمر عرفوا المغرب، زائد 14%، زائد 14%، زائد 14%، ضدا على التوقعات وعلى القرايات الاقتصاد وعلى كل شيء، لانه باش يزيدوا الموارد الجبائيه ب 14% والنمو في 2% ولا 3%، هذه شنو يلا. فهذه القضية احنا مستحضرينها. السياق مؤشراته خضراء، لا على المستوى الدولي وعلى المستوى الخارجي، واخرها هو هادشي ديال النفط. اذا منين تنتكلموا احنا على هذه الانجازات وتنقولوا كاين اشكاليات، لانها في ظل سياق ايجابي كان من الاحرى ومن الاولى بالحكومة ان تستثمره، والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وتبع هداه. معشر الحضور الكريم، اسمحوا لي غادي نعبر لكم بطريقتي على هذه الحكاية من أولها إلى آخرها. الأولى، هذا الملتمس ديال الرقابة اللي تنتكلموا عليه دابا هو الثاني هذا العام، يعني بين 24 و 25 ياك السي. الأول جابوا الاتحاد الاشتراكي وحنا اللي رفضناه. علاش؟ لأن القراية ديالنا كانت واضحة، أن الاتحاد الاشتراكي باغي يدخل الحكومة، ما كيسمعولوش، تيقترح علينا نديروا ملتمس ديال الرقابة. كان عندنا شعور وقناعة جازمة أن هذا السيد كيقترح علينا ندخلوا معاه في ملتمس الرقابة حتى نمشيو لماشين
واحد شويه ويسخن الطرح ويخوي باش يدخل الحكومه. انا قلت للاخوان هذا الشيء حنا ما غندخلوش فيه. هذا دابا ديك الساعات كان لا بغينا نقولوا شعور، دابا تاكد. علاش؟ لان هذه المره هذه اللي جاب المقترح ماشي الاتحاد الاشتراكي، جابوه الاخوان ديال التقدم والاشتراكيه والاخوان ديال الحركه الشعبيه. هادو احزاب عندنا معهم تفاهمات وعندنا بيننا وبينهم على الاقل علاقات جيده، كاينه الثقه في واحد المستوى معين وكاينه علاقات جيده تنتفاعلوا مطمئنين للتفاعل معهم. ما كانش ممكن باش نقول لهم لا، خصوصا بعد ما يعني الاتحاد الاشتراكي عبر على الاستعداد ديالو باش يلتحق بسميتو، ولكن كنا متخوفين بطبيعه الحال، عارفين صاحب دعوتنا اشنو باغي. وقع تطرح الاشكال اللي تطرح هو شكون اللي غيقدم هذا الشيء هذا في البرلمان. بطبيعه الحال يعني كل واحد تيدافع على راسو، سي نورمال. حنا قلنا حنا هما المنسقين، الحركه الشعبيه قالت لك حنا اللي عندنا الامين العام، وما قال لك لا سيدي حنا ما كناش معكم هذه المده كلها وحنا مقاطعينكم. دابا عاد جينا كنعاودوا الحساب من الاول، حنا اللي عندنا اكبر عدد، حنا اللي ناخذ هذه القضيه. حنا رفضناها، ولكن ماشي قطعنا الحبل، لا رفضناها وقلنا سيدي خلينا نمشيو مع هاد الناس، شوفوا على الله واش يهديهم الله. ما هداهمش الله، يعني السي عبد الله يشهد انه كان مفوضا باش يدير اللي بان له صواب. هما كيستعدوا باش يديروا هذا اللقاء اللي ربما نعطيوهم فيه هذا الحق هذا باش يجيو هما يعرضوا. جاو الجمعه قبل الحد وقالوا حنا ما تليناش لاعبين. علاش؟ خافوا وتحدثات الاخبار عن صفقه. اسمح لي السي عبد الله هذه المره خصك توضح للناس، قول لهم داك الشيء اللي بلغك. ما قال لك حد نسب داك الشيء يعني المجهول. اذا شئت ان تقول قل قيل لي وهكذا هكذا بلغني. كاين اخبار على صفقه مرت بين الرئيسين، رئيس الاحرار ورئيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، مع الاسف الشديد صفقه انتخابيه للانتخابات المقبله باش غيتيسر الدخول ديالهم للحكومه سون بروبليم. وانا دابا في الحقيقه انا كنشوف باللي هذا نزلنا لواحد المستوى يعني ماشي معقول ديال التصرف السياسي اللي يعني ماشي معقول. خوا بينا حنا ثلاثه ديال الاحزاب ومشى تيبني على وعود، وتيقولوا الفرنسويين لي بروميس نونغاج كو سو كي يكخوا. على الاقل بعدا باش عرف راسو باللي الحرار هما اللي غيجيو الاولين وباللي غادي يوفيو معاه ولا ما يوفيوش معاه، فهمتي ولا لا؟ الراجل وهذا الحرص باش يدخل الحكومه. انا كنت رئيس الحكومه، مازال ما فهمتش علاش هذا الحرص لهذه الدرجه. انا كنت رئيس الحكومه وكون بغيت نبقى رئيس الحكومه كون بقيت، لان انا فقط واحد الوقت يعني بدا كيتطرح عليا واحد المنطق اللي ما قبلتوش، هو انه يدخلوا معايا مجموعه ديال الاحزاب، فهمتيني ولا؟ يلزموني ندير اللي بغيت واللي ما بغيتش، وكون بغيت ديك الساعات نسهل في هذه القضيه ولو غير شكليا، وتندخلوا ديك الساعات يحل الله الا قدوا يضغطوا عليا. لا، فعلاش هذا الحرص على الحكومه بهذه الدرجه وانت سميتك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه؟ شي حاجه تما بيزاغويد، فهمتيني ولا؟ وهذا الشيء اللي عطى الله. ولكن حنا دابا ماشي مشكلتنا هي مع الاتحاد الاشتراكي، حنا مشكلتنا هي مع الحكومه. وسمحوا لي الملاحظه اللي دار واحد الاخ قال كتحملوا هذا الشيء هذا لرئيس الحكومه، هذه ملاحظه في محلها. حنا كنحملوا هذا الشيء هذا لرئيس الحكومه بالخصوص والحزب التجمع الوطني للاحرار اللي هو الحزب ديالو، لانهم كيترأسوا الحكومه، ولان هذا السيد رئيس الحكومه حسب قناعاتنا وما راينا يتصرف تصرف المالك في ملكه في هذه الحكومه هذه. بطبيعه الحال كاين حرص على التماسك الحكومي، وحنا في النهايه ما كناش عندنا قناعه باننا غنطيحوا الحكومه، ما عندناش، لان ما كاينش العدد. ولكن بغينا يعني المجتمع يتنفس من خلال داك الشيء اللي غنقولوا. لانه اسمحوا لي، اذا كانت هذه الحكومه هذه مزيانه وناجحه والناس باغيينها، أين هو المشكل في أن تقوم معارضة ضعيفة يعني بملتمس رقابة؟ وعلاش هذا الرعب ديالها؟ وعلاش تنوض كتجري؟ وعلاش تمشي؟ أولا أسقطت
اللجنه الاولى المتعلقه بتقصي الحقائق في القضيه ديال في القضيه ديال اللحوم وديال الابقار وديال الاغنام وديال الماعز. هاد الفراقشيه، هاد الكلمه انتم ما كتعرفوهاش، هذه انا تعلمتها في الحبس. وتما تيطلقوا هاد الكلمه الفراقشيه على دوك الشفاره اللي كيسرقوا البهائم في الباديه. هذوك هما اللي كيتسموا كيشدوهم كيجيبوهم الحبس، الا شدوهم كيقول لك هذو الفراقشيه. فهمتيني ولا؟ علاش هاد التخوف؟ الا ما كانش عندك حرج، الا كنتي انت ما داير والو، اللي قالوا الاخوان الا كانت كرشك ما فيهاش العجينه، علاش غادي تخوف من اللجنه ديال تقصي الحقائق؟ قلت يا سيدي اللجنه ديال تقصي الحقائق، نديروا اللجنه ديال تقصي الحقائق في الصباح، انت طلبتيها في العشيه، حنا نديروها في الصباح، ما عنديش مناش نخاف. وشرح للناس. ولكن لان هذا الشيء هذا، لان علاش؟ لان فيها مشكل. حنا كنقولوا 13 مليار ديال الدرهم وهما تيقولوا 400 مليون ديال الدرهم تقريبا. اسيدي هذا الشيء الفرق بيننا وبزاف. خصنا لجنه ديال تقصي الحقائق تسمع وتشوف شنو هو اللي وقع، شنو هو المشكل. ماناش خايفين انه النتائج ديال لجنه تقصي الحقائق تعطي الحق للمعارضه، ولا عطات الحق للمعارضه الحكومه غادي تفضح، ولا تفضحات الحكومه فهمتيني ولا غادي يكون من الصعب عليها انها تستمر، او لا ستستمر ضعيفه. وكتقولوا لي واش هذه حسابات انتخابيه؟ علاش ما تكونش حسابات انتخابيه؟ سمحوا لي الاخوان، باش يطيح العداله والتنميه راه بداو تيوجدوا ليه شو سنوات قبل ما يطيح في 2021. حنا الا وجدنا لهم باش نطيحوهم في 2026 راه في محلها. شنو حنا معطلين، حنا ما بغيتش نطيحوها في 2026، نطيحوها دابا كون جبرنا. ما عرفتش انا علاش تتواخذوا علينا انه تكون عندنا حسابات انتخابيه. هذه ماشي حسابات انتخابيه، هذا واجب وطني. حنا كنشعروها الاخوان. بقول لي واحد القضيه، واش فرحانين انتم المغاربه؟ فرحانين المغاربه اللي معاكم فرحانين؟ ولا هاد المغاربه اللي كيهضروا معايا انا في الطريق وداك الشيء وكذا الى اخره واش كيكذبوا عليا ولا شنو الحكايه؟ الناس كيشعروا باللي هاد الحكومه كتمرمدهم، ما بقاوش باغيين التجمع الوطني للاحرار، ما بقاوش باغيين السي عزيز اخنوش رئيس ديال الحكومه. هذه هي الحقيقه. وحنايا مضطرين باش نعبروا على الراي العام شنو تيقول، ونبرزوا الكلام ديال المجتمع بطريقه واضحه في عالم السياسه، لان السياسه العصريه فيها مشاكل كبيره، منها الغموض. راه غير هاد لجنه تقصي الحقائق الاخرى، لجنه المستطلعيه، الملتمس الرقابه، المواطن العادي باش يبقى. انا هذا الشيء ما بقيت تنتبه له بلي ديطاي ديالو حتى مؤخرا، ما نكذبش عليكم، لان انا ما كانت عليا لا ملتمس رقابه ولا حتى شي حاجه، ما عدا شي مره كانت لجنه تقصي الحقائق وكيف قلتي حنا دخلنا فيها ياك السي انت ولا استمعوا لرئيس الحكومه فيها. اي طبعا استدعتني واحد الرباعه انت ولا لا، مشيت لعندهم دخلت كيسولوا كنجاوب داك الشيء. من بعد درت واحد البريكول فهمتيني ولا لا، باش زعما يورطوني سوا ديزون انني جبت شي حد ما كنتش عاقل على التفاصيل وتقلب داك الشيء عليهم، حيت ما تنساوش واحد المساله، راه حتى حاجه ما فلت الله تعالى، راه كل شيء انت وقت مكروا وما عند الله يمكر. انا مشيت على نيتي فهمتيني ولا، كانت تصنت وكان كيطرحوا الاسئله وكان جاوبهم فهمتيني ولا. واحد الاخ كاع قريب منا ما جاش كاع ذاك النهار فهمتيني ولا. فالله سبحانه وتعالى مشى الامور فهمتي، الحمد لله كل شيء يعني مر بسلام. طيب دابا الاخوان ديالنا هاد الحكومه هذه يعني احنا ما غنقولوش ما تدير والو، ما نقولوش ما عطات والو، عطات 500 درهم صحيح، عطات 500 درهم، ولكن هاد الحكومه هذه يعني كدير اشياء وتفسدها لان نيتها غير سليمه. دابا نرجعوا لواحد القضيه تطرحها الاخوان فهمتيني ولا، القضيه ديال التغطيه الصحيه والاجتماعيه. جينا فيها التغطيه الصحيه، كانوا المغاربه 18 مليون ونص ديال المغاربه مسجلين في الرامد، تيمشي الواحد منهم المستشفى تيشوفوه مسجل في الرامد،
تيعالجوه على قدر المستطاع، لا عندهم داك الشيء اللي باش يعالجوه ما عندهمش، تيقولوا له سير دير هذا الراديو، سير تيمشي تيدير داك الشيء، ومع ذلك الناس فرحانين لانه ما كيتطلبش منهم اشياء كثيره اكثر من الجهد ديالهم. جا قال لك لا غادي ندخلوهم هادو اللامو، هادو غادي يبداو يخلصوا، هادو ما غاديش يبداو يخلصوا الى اخره. 10 المليون دازوا، 8 المليون ونص بحال اللي قال السي ادريس، 3 المليون ونص تقيدوا على اساس غيبداو يخلصوا وغيكون عندهم الحق يمشيو للمصحات الخصوصيه، ما قدروش يخلصوا. كتجي عنده واحد الخياط وكتقول له انت غتبدا تخلص 8000 ريال في الشهر، 12000 ريال في الشهر، 14000 ريال في الشهر. هو اما تيحشم ولا تيقول لك بسم الله ولا تتلزمها عليه. ملي كيجي بدا اول ما كيوقع كيتعطل داك الشيء، كيتجمعوا 6 شهور و7 شهور، كتجيه 180000 ريال ولا 140000 ريال، ما تيقدرش يخلصها. تيقول لك انا ما قادرش نخلص، دابا اش غنديروا لهاد الناس؟ غنديهم للحبس. كاين هادشي السيد عبد الله ولا ما كاينش؟ الا قلت شي حاجه ماشي هي هذيك قاده راه ما كاين حتى مشكل، فهمتي؟ كان خلقوا مشكل. 5 المليون اخرى قالوا لهم حنا ما عندناش، ما عندنا والو. 5 المليون خرجوا. كان دابا هذوك 5 المليون ياك السي ادريس انت اللي ضابط هذا الشيء، الا مشاو للمستشفى العمومي ما غاديش يقبلوهم الا خلصوا كل شيء لي سوان كاملين، ولا مشاو للمستشفى الخصوصي سي لا ميم شوز. بطبيعه الحال يعني كنلاحظوا واحد العدد ديال المصحات خاصه تنبت كالفطر، يعني لي شامبينيون. بالمناسبه انا غنقول لكم واحد القضيه شخصيه، تنقول لكم تصريح شخصي، انا ماشي ضد هاد الشركه وماشي ضد هاد المصحات، فهمتيني ولا لا؟ ولكن كنتفاجئوا في هاد العدد اللي كنشوفوا وكنتسائلوا واش هاد الشيء هذا سليم 100%، لانه ربما غادي نوصلوا واحد النهار اللي غنلقاو داك الدعم الاجتماعي، داك الدعم اللي كانت كتخصص الدوله اللي كان كيتعلق ب2 مليار ونص ملي كنت انا رئيس ديال الحكومه، كنعطيوه للصحه العموميه من الميزانيه اضافي باش يمول الرميد، غادي يتحول الى 9 مليار ديال الدرهم، ياك استاذ 9.5 مليار ديال الدرهم، وغادي تعطى في المجمل ديالو للمصحات الخاصه، وخصوصا هذه المصحه هذه. لابد نتسائلوا، سمحوا لي انا ماشي ضد يعني الراسمال والاستثمار والشركات الكبرى، لانه الشركات الكبرى في مختلف المجالات الشركات الكبرى ضروريه. واحد الطرف خصو يكون للشركات الكبرى، والا ما تقدرش تعطي المواطنين كلهم الحليب وتعطي المواطنين كلهم اللحم وتعطي المواطنين كلهم الدجاج، لان داك الانتاج المحلي وداك الشيء تيكون دائما محدود. تيخصك واحد الشركات الكبرى اللي تهز لو غرو ديال الحاجيات ديال المواطنين. فهاد الشيء هذا دابا فهمتيني ولا حنا كنشوفوه، لان حنا دابا في المعارضه الدور ديالنا ماشي نبداو نطبلوا للحكومه، الدور ديالنا هو نحظيو. الناس سمحوا لي، السياسه ما فيهاش تبني على حسن النيه وتمشي تنعس. السياسه فيها ملايير الدراهم، والسياسه فيها السلطه، والسياسه فيها الاعلام، والسياسه فيها التعليم. دابا معظمكم تيخرجوا من الدار وتيمشيو حتى واحد ما عارف ولادو وداك الشعب اللي خلاه في الدار اش تيشوف في التلفزيون. وانا بدي ما كنعرفش شنو كيشوفوا في التلفزيون، ولكن شي مره عندي واحد البنيه عندها واحد التلفزيون، هي معاقه عافاها الله، فهمتيني ولا لا؟ وشي بنات قدامها دائما كنلقى شي افلام ما في بابهم ما يتشاف. راه دوك هما اللي تيقريو عائلتكم ملي كتكونوا انتم خارجين. هذه الاخوان، هذه السياسه، والسياسه خصكم تردوا فيها البال الصغيره والكبيره، والا غتلقى البيت ديالك مخرب، غتلقى التربيه ديال ولادك مخربه، غدا وبعد غدا ما غتلقى الميزانيه ديالك ما كتقدكش، فهمتيني ولا لا؟ غتلقى الامور ديالك ليست جيده. فهذاك الشيء علاش انا كنبه المغاربه وتنقول لهم المغاربه خصكم تنتبهوا للسياسه وخصكم تتكلموا، فهمتيني ولا لا؟ ورئيس الحكومه راه ماشي ضروري يكون عارف كل شيء وماشي ضروري يكون داير كل شيء، ولكن الا كان عنده شعب منتبه واعي، فهمتيني ولا لا؟ راه كيرد معاه البال. ولكن الا كان عنده شعب عنده زايد ناقص، فهمتيني ولا لا؟ وتيجيو قدامه الوزراء والمسؤولين السياسيين وكذا الى اخره، تيبداو يعاودوا له يعني كلام غامض وفيه اللعيبات بحال اللي قال مولاي ادريس، فهمتيني ولا لا؟ وكيقبل داك الشيء واخا ما كيقول باش ما يقولش راه انا ما عارفش، فهمتيني ولا لا؟ تيخلي داك الشيء يدوز، في الاخر غتكون النتيجه ديالو عليه وعلى ولادو، على ولادكم وعلى الاحفاد ديالكم، يعني
يعني في المستقبل. طيب يعني الإخوان تيقول لك ودي سقوط المعارضة. لا، المعارضة راه هي في الرينج، وفي الرينج راك تتوجه الضربات وكتلقاهم. يقدر شي ضربات تجيب إلا ما جابتكش كورة لاباس عليك، ولكن الإشكال فين كاين؟ إلا جينا سيدي نديروا ملتمس الرقابة وتمشات الامور ديالنا بطريقه عاديه، وما جاش السيد شقر نهار الجمعه باش يلغي اجتماع ديال نهار الحد يقول لك سيدي حنا ما تليناش لاعبين، لانه يعلم الله علاش اتفق هو والشقر هو اخنوش، وغلبونا في النقاش وبانوا باللي هما يعني سيادي هما ليا وقادين. اسيدي هذيك البنيه اللي جات فيا انا كنستحقها، ولكن ملي كنشوف اللعب والدغنيش كنقول هذا الشيء ما خدامش. علاش؟ لان هذه السياسه، والسياسه الاخوان سمحوا لي، حيت دابا المغاربه ولاو تيخافوا من هذه الكلمه ديال السياسه، والمغربي اعز شيء عنده يقول انا ما كندخلش في السياسه، ما عنديش علاقه بحزب سياسي. ندوخ، راه هذا الشيء اللي بغاو. خاصك تنتبه، خاصك تكون عندك علاقه بالحياه السياسيه. لما عجبك حتى شي حزب دير انت حزب ديالك، حيت في الحقيقه كاين دابا واحد الاشكال كبير. حنا كنتسائلوا مع من حنايا في هذه البلاد، مع من؟ واش مع الحكومه ولا كاين الحكومه وكاين جهات اخرى؟ كيقولوا المواقع الاجتماعيه مره كنلقاو المواقع الاجتماعيه كلها غاديه في اتجاه واحد. واش كيسيروهم العفاريت ولا كيسيروهم التماسيح ولا اش تيقولوا؟ فهمتيني ولا لا؟ كيولي الانسان تيشوف راسو هو الا قال كلمه واحده، فهمتيني ولا لا، غادي ينوضوا ليه تيسكت. كاينه لانتيميداسيون. ان بوبل انتيميدي ان بوبل كي نيكزيست با. يا اما غتكون فيكم الشجاعه والجرأه تكلموا، بطبيعه الحال هذا الشيء يقدر يكون عنده ثمن بطبيعه الحال. الامين العام ديال حزب العداله والتنميه قبل فتره معينه كان متابعا في القضاء. شنو هو المشكل؟ يمكن الامين العام يتابع في القضاء، ويمكن يمشي للسجن، ويمكن يتحكم بالمؤبد ولا بالاعدام. كاع شنو غيوقع في ملك الله؟ غيكون الامين العام ديال العداله والتنميه ولا ديال حزب اخر احسن من هاد الناس كلهم اللي ضحاو من اجل هذه البلاد، اللي ضحاو من اجل هذا الشعب. هذا الشعب ديالنا الاخوان راه واحد الشعب كبير وشعب عظيم وشعب كيستحق. خاصو الناس اللي كيسيروه لانه هو شعب فيه النيه. ولكن المشكله ديالنا هي ان هذه النيه هذه غاديه وتتنقص في العمل السياسي، وغاديه وتتنقص في الحكومات، وغاديه وتتنقص في هذه الحكومه. ولا كذبني السي عزيز اخنوش اللي كنشكرو على كل حال، لان صافت كيهنيني برئاسه الحزب، فهمتيني ولا لا؟ اللي عطى الله هو هذا، فهمتي؟ لابد نشكروه، حنا نشكروه كاع علانيه، ماشي نشكروه غير في رساله بارده. ولكن ما عندي انا ما ندير. خصنا نقوموا يعني بالدور ديالنا. راه الا درتي اللعيبات وغلبتي عبد الاله بن كيران ولا حيدتي كاع البي جي دي من الكره الارضيه، راه ما درتيش شي حاجه كبيره. لانه الا مشات الثقه حتى تفقدات في المجتمع من الحكومه، من الاحزاب السياسيه، من السياسه، راه غادي نكونوا في مشكل كبير. بصراحه حنا ما بغيناش المغاربه يبداو يناديو جلاله الملك. جلاله الملك خصو يبقى في التقار، وكاينين شي وحدين ما تيحشموش وتيقول لك راه حنا فاهمين باللي الملكيه هي الاساس ديال الاستقرار في المغرب. والا كتعرف باللي هي الاساس ديال الاستقرار في المغرب وقرها. الناس الا ضربتي في عبد الاله بن كيران ولا في العداله والتنميه شي باس ما كاين، ضربتي فيه وضرب فيك شي باس ما كاين، سو سون لي ريغل دو جو. ولكن المؤسسه الملكيه خصها تبقى في التقار وخصها تبقى موقره. ولهذا ملي كنشوف انا بعض الناس ولا بعض الجهات كيبداو كيتجرؤوا على هذا الشيء. وعلاش هذا الشيء؟ سمحوا لي، رجعوا وما بالعهد من قدام. سمحوا لي، انا هاد الاخوان قلتيو ما كنتيوش باغيين عبد الاله بن كيران يجي، دابا جا، ومادام جا لابد يبقى يذكركم شويه بالتاريخ ديالو. راه حتى بعض الاخوان ديالنا المحترمين، فهمتي ولا، اللي معنا حتى في الامان العامه قال لك حنا ما متفقينش باش يرجع عبد الاله بن كيران، وانت ما متفقش باش يرجع عبد الاله بن كيران، فهمتي ولا، ولكن هو متفق باش يرجع وباش يجيبك معاه، فهمتي ولا. قالوها في الاعلام،
لا لا ما تقولش هكذا، عندك تسحب لك، راه انا حاضي اش كنقول. انا سمعت. دابا سمع، الله يجزيك بخير. فانا خص الاخوان ديالنا يفهموا، حنا غير تنمزحوا شي شويه مع بعضياتنا. فخص الاخوان ديالنا يفهموا انه من 2011 حتى 2016 فهمتيني ولا لا، ما كان حتى شي اشكال من هذا القبيل. والناس ولاو كيتبعوا السياسه، ولاو كيتبعوا رئيس الحكومه، ولاو كيتبعوا التدخلات في البرلمان. ما بقى حتى شي واحد كيجبد الملك. شدنا للملك، الملك راه هو الملك الاخوان اللي نستعمل لكم الكلمه ديال الدكتور الخطيب رحمه الله اللي كيقول فهمتيني ولا لا، الملك هو المكب. ما يمكنش المكب الا مشيتي كتقيس فيه فهمتيني ولا لا، راك تتعرض البلاد كلها للخطر. فهذا السيد رئيس الحكومه كيمكن له يربح شي شويه بحال هذه البيعه والشريه هذه. دابا تهنى لانه ديك الساعات لو كنا مشينا الملتمس الرقابه وتكلمنا حنا وتكلمت الحركه الشعبيه وتكلم التقدم الاشتراكيه وتكلم الاتحاد الاشتراكي، غادي تدوز عليه واحد اللحظات صعبه، واللي غادي يجاوب غتدوز عليه لحظات صعبه هو تخلص منها. ولكن واخا تخلص منها الا مشات كتفقد الثقه في الحكومه وكتفقد الثقه في السياسه، راه حنا ما غاديش نكونوا بخير. سمحوا لي. القضيه ديال الانتخابات معشر الاخوه الكرام يعني المقبله، هذه يعني شيء عادي وطبيعي انه يعني كل حزب سياسي، انا قلتها وتنعودها، انا ما قلتش حنا اللي غنجيو الاولين، لان اللي عارف شكون اللي غيجي الاول هو الله سبحانه وتعالى، حتى واحد ما عارف شكون اللي غادي يجي الاول. ولكن حنا كحزب سياسي كنقولها ونعودها، كنتقاتلوا باش نجيو الاولين. وملي كنقول كنتقاتلوا باش نجيو الاولين ما كنتكلمش على رئيس الحكومه، رئيس الحكومه اللي كيختاروا هو جلاله الملك، لانه حنا عندنا قناعه انه العمل السياسي في المغرب والحكومه بالخصوص هو بالدرجه الاولى مرتبط يعني برئيس الحكومه، كيفاش تيكون وكيفاش تيقدر يعني يوجه الامور يعني ودابا تيقولوا هذا الاتحاد الاشتراكي تيقولوا يديروا ملتمس رقابه شعبيه. شنو هذا ملتمس رقابه الشعبي؟ ايوا يخرج يدير ملتمس رقابه شعبيه، سنكون يعني سعداء ان نلاحظ فهمتيني ولا لا. اما الاخوان الاشكاليات اللي كاينه في المغرب هي بالدرجه الاولى اشكاليات ديال المقاربه، اشكاليات ديال الوضوح، اشكاليات ديال الصراحه، اشكاليات ديال الصدق، اشكاليات ديال الثقه. اما لان واحد القضيه دابا نفترضوا العداله والتنميه هو اللي كاين وجات صعوبات في التسيير ولا الغلاء ولا واش دابا المواطنين اللي جيتي لعندهم وشرحتي لهم قلتي لهم ديها شنو كاين بنيتك وبصدق يقبلوا منك ولا ما يقبلوش منك؟ انا نقول لكم غادي يقبلوا منك، ولكن الا شافوك عندك بحال اللي قال السي دريس، عندك اكثر من 100 مليار ديال الدرهم تزادت لك في المداخيل ديال الضرائب. واش عرفتوا اش كيقول لكم ولا لا؟ المداخيل ديال الضرائب تزادت باكثر من 100 مليار ديال الدرهم، وكاينه مداخل اخرى وكاين فلوس خذوهم مما سموه تمويلات البديله، بمعنى اخر انه شي مؤسسه المبتكره تيكون عندها شي مؤسسه تيكون عندها الفلوس تيبيعوا لها مثلا واحد المستشفى وتيكريوه منها وتياخذوا ذاك الفلوس تيخدموهم. هادشي كله عطاهم واحد لامان، يعني عطاهم واحد لامان. شنو هي لامان؟ يعني عطاهم عطاهم واحد الموارد ماليه كبيره بها تيتحركوا داك الشيء. الا شافوك داك الموارد الكبيره فعاود ما تخدمها في صالح المجتمع والاضعف في الاضعف. هذا هو اللي درت انا وهذا اللي ما قدروش يديروه. علاش؟ لان انا كنقول الا خدمتها في الاضعف من الاضعف هذاك هو المصلحه الحقيقيه ديال المواطن، وهذيك هي المصلحه الحقيقيه ديال المجتمع. تيقول لك كدير هذا الشيء باش كذا باش يصوتوا عليك، يصوتوا الا بغاو يصوتوا. الا انا تهليت فيهم وصوتوا عليا هذه هي الطبيعه اللي خلق الله. ولكن المشكله هي الا مشيت عند الناس الاثرياء وقلت لهم جيبوا الحواله واعطيتهم 50 مليون ل 60 مليون ل 100 مليون الواحد ودخلوا الحواله وباعوهم بالثمن اللي بغاو، بمعنى المواطن ما استفد والو. الناس تيقولوا هذا ريع باش داك الناس اللي عنده في القبيله ولا اللي عنده في يعني في الدائره ديالو يصوتوا عليه ويصوتوا عليه مع الحزب اللي عطاه هذه الفلوس. اذا كنشريوا الاصوات الى درت انا في الناس الخير وصوتوا عليا فبها ونعمت. هذا الشيء اللي وقع الحمد لله 2015 و2016.
2011 جبنا 107، 2016 جبنا 125. علاش؟ لان الناس شافوا باللي الامور ديالهم كانت. وكذلك كاينه امور كبيره ما ذكروهاش الاخوان. القضيه ديال التقاعد الاخوان، القضيه ديال التقاعد راه خطيره، راه الا ما تصلحش التقاعد من هنا ل 2028 2023 كنتيوا المتقاعدين ما غتلقاوش ما تاخذوا. 2023 الاصلاح اللي عمل عبد الاله بن كيران والحكومه ديالو سمحت لكم باش تقدموا حتى ل 28 او 29. من هنا لتما الا ما دارش هذا الاصلاح هذا ما غتلقاوش ما تاخذوا. غتكون الدوله مضطره دير واحد الاجراء سيء جدا للموظفين، لان غتاخذ من لمس سالاريال. المقاصه نفس الشيء، ولكن المقاصه ماشي غير تزيد على الناس. المقاصه حنا قلنا هذه المقاصه يعني هذوك العائلات اللي محتاجه كلها نعطيوها واحد البوطاغاز فابور، وديك الساعات نديروا الثمن ديال البوطاغاز اللي بغينا. مادام وحده فابور يمكن له الاخرين اللي بغى اكثر من وحده يخلص، اللي فقير راه غادي وحده تقدو. هذا الكلام هذا دابا هذه الحكومه بحال اللي قال السيد ما كتلقاش حتى اللي يدافع عليها، لانه بنادم خايف وتيخاف يتكلم، وملي كيتكلم كيطبز لها العين. بحال هذيك السيده اللي جات كتقول للسيد قدام الناس عطيناك 11 مليون ديال الدرهم. ممكن تعطي 11 مليون ديال الدرهم لواحد الشركه اللي كتقوم بواحد الخدمه اساسيه في المجتمع وكتكون مهدده بالانهيار، وانت كتعطيها الفلوس باش ما تنهارش، باش يبقاو لك الناس خدامين باش. ولكن ملي كتجي وكتدلو هكذا 11 مليون ديال الدرهم عند اصحاب الاخطبوط، الناس كيقولوا واش هذا الشيء معقول ولا ماشي معقول. الحكومه فقدت الثقه ديال المجتمع، وحكومه فقدت الثقه ديال المجتمع خصها تمشي في حالها. هذا هو ملتمس الرقابه الذي كنا نريد ان نقوله ونريد ان ندافع عنه. يعني مع الاسف وقع التلاعب فيه، وداك الشيء اللي قلنا النهار الاول تاكد هذه المره. وهاد الناس هادو اللي كيحكموا لو كانوا يعني ما خايفينش غادي يخليو هذا ملتمس الرقابه يدوز، وغادي يبان باللي خاوي. النتيجه هي انهم مشاو كيتلاعبوا بهذا التلاعب. نقول لكم من هنايا من الفرنسيه اون نيغا با لوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.